يا هلا ويا غلا على أحلى وأغلى أخوات في الدنيا. قبل ما نبدأ مع بعض أحداث حلقتنا ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أحداث حلقتنا بتبدأ على أسو وهي في المستشفى عند أخوها كنان، خايفة عليه جدا. هتقوله أرجوك يا أخي بلاش يحصل كده مرة تانية، افرض أنا ما كنتش جيت في الوقت المناسب وأنقذتك. بتكون خايفة عليه كتير، وكنان بيطمنها إنها ما تخافش، وإنه إن شاء الله هيخرج بالسلامة، هيرجع لها البيت وهيبقوا مع بعض. أسو خايفة على أخوها جدا، هتقوله أخي أنا بحبك في كل حالاتك، لكن صدقني أنا خايفة عليك، عايزك تكون قوي. وكنان بيكون شايف قد إيه إن أخته أسو بتحبه، هيوعدها إن هو هيكون جنبها وإن مفيش داعي للقلق. في اللحظة دي هتيجي كريمان وهتطلب من أسو إنها تخرج وتستناهم في العربية علشان أخوها يرتاح. أسو عايزة تفضل معاه كنان، مش عايزة تمشي، لكن كريمان هتقولها أسو من امتى رغباتك أهم من أخوكي؟ يلا امشي خلي أخوكي يرتاح. وأسو بتسمع كلامها وبتودع أخوها وبتمشي. أسو لما بتخرج من عند أخوها بتتكلم في التليفون وبتقول هجيب لك الفلوس اللي انت طلبتها مني، واوعى تنسى تحط العطر اللي انا بحبه، رش منه كتير. وبتنهي المكالمة وبتمشي، وشفيق بيكون سامعها وبيفضل مراقبها علشان يعرف هي بتكلم مين. في المستشفى بيجي مشهد على عيلة نهير وهم حاملين الجثمان بتاعها، وزي ما انتوا شايفين معايا اهلها بيكونوا حزنانين عليها كتير وهم حاملين الجثمان بتاعها. كنان بيكون خارج من المستشفى وشفيق بيعرفوا اللي حصل، ان هو حل كل شيء وان اللي خطف منور هو جوزها. فالحمد لله الموضوع اتحل ولقوها على خير. وكنان بيستغرب جدا لما بيعرف ان منور متجوزه. شفيق هيوصي كنان انه ما يحكيش لامه اي شيء، هيقوله اوعى تقول لامك لانه لسه ما اتكلمش مع اهاسين وعرف منها باقي التفاصيل. بعد كده بيركبوا العربيه وكنان بيتاثر جدا لما بيشوف جنازه نهير، بيوقف العربيه مستني جنازه نهير هي اللي تعدي الاول. طبعا شفيق مش عاجبه اللي بيحصل لان اخو نهير عايز ينتقم من كنان، شايف ان كنان هو السبب في اللي حصل في اخته. فلما بيلاقي كنان في العربيه بيقوله ان انت لازم تدفع تمن اللي انت عملته، وشفيق بيطلب من السواق انه يمشي بسرعه. شفيق هيسال كنان انت بخير؟ كنان هيقوله ما تقلقش عليا انا بخير، وانه عايز يروح عند منور علشان يطمن عليها. هيكونوا رايحين البيت عند اهاسين. شفيق بيكون قلقان جدا ان كنان يحكي لكريمان كل اللي حصل. كنان هيطمنه، هيقوله ما تقلقش مش هحكي لامي اي شيء، واوعى تفتكر ان انا نسيت موضوع اهاسين، هنتكلم فيه انا وانت في وقت تاني. منور بتكون خجلانه جدا وبتيجي تقول لهاسين انا خايفه ان انا اكون عبء عليكم. اهاسين هتقولها ما تقوليش كده، هي حنيفه قالت لك شيء؟ هتقولها لا بالعكس ما قالتليش اي شيء. هتقولها خلاص في ايه، انتوا بالعكس عاملين لي دفى في البيت، وان وجود منور عندها مش مضايقها ابدا ولا عبء عليها. في اللحظة دي بتيجي حنيفة وبتكون متحمسة كتير وبتقول لهم شغلوا التلفزيون بسرعة، افتحوا قناة كانال دي. ولما بيشغلوا التلفزيون بيشوفوا الإعلان بتاع منور لما كانت بتمثل الدور مع كنان. منور بتكون خجلانة جدا لكن كلهم بيكونوا مبسوطين علشان الإعلان شكله جميل جدا وإن هي لايقة على الشاشة. الشاشة حباها كتير، يعني لايق عليها إنها تكون ممثلة موهوبة. فهسين هتقولها بكل وضوح الشاشة حبتك جدا وان انتي هتكوني ممثلة موهوبة. وطبعا منور بتكون خجلانة وبتقول لاخوها اسكت، لان اخوها كمان اعجب بيها كتير على شاشة التلفزيون، وانها اكيد كمان اتشهرت على الانترنت والناس كلها بدأت تتكلم عليها وعلى الموهبة بتاعتها. هاسين في اللحظة دي هتلاقي المنتج شفيق بيتصل بيها وبيعرفها ان هو جاي لهم هو وكنان علشان يطمنوا على منور. هاسين في الاصل عايزة تتكلم مع شفيق، فهتقوله كده كده انا عايزه اتكلم معاك. فبتكون مستنياهم. اردار بيكون قاعد مع قاسم وبيتكلم معاه في موضوع منور، وان امه كانت عايزاهم يعيشوا في المدينه ودي الوصيه بتاعتها. فبعد اللي عملته منور ده الدنيا كلها باظت من حواليه. في اللحظه دي هيجي عليهم سردار اللي هو اخو منور، وطبعا هيتخانق مع اردار، هيقوله ان انت جيت البيت وفضحتني قدام الناس كلها، في حد يعمل كده يتكلم على مراته؟ ده انت فضحتني وفضحت منور، بسببك انت الناس كلها بقت تتكلم عليها. هو انت شفت من اختي حاجه؟ هل اختي خانتك؟ هل اساءت لشرفك؟ سردار بيطلع المسدس من جيبه وبيحطه على الترابيزه، وطبعا بيكون متضايق جدا من اللي عمله اردار وبيقوله بكل هدوء طلق اختي. اردار هياخد المسدس وهيحطه في جيبه وهيهدي سردار، هيقوله الموضوع مش زي ما انت فاهم يا سردار، اختك في الاصل مش عايزاني
وبيوريه الفيديو بتاع منور وهي بتمثل مع كنان، وان كده كده الناس اصلا هتتكلم عليها بعد ما تشوف الفيديو ده. أردار كمان هيعرف سردار انه بيحب منور كتير، رغم ان منور اخطأت في حقه علشان هو جوزها. هيقوله انا بحبها وهي مش عايزاني، رغم اللي هي عملته برضو انا عايزها، دي حتى لو معاها 5 اطفال صدقني مش هتخلى عنها، انا اقبل بمنور رغم كل جهلها. فكل الكلام ده بيفهمه لسردار انه بيحب منور كتير رغم اللي هي بتعمله. هسينة هتسأل منور فكرتي في يوم من الايام ان انت تكوني ممثلة؟ منور هتقولها لا، وافكر ليه اني اكون ممثلة؟ في ناس كتير افضل مني ومتعلمين هم اللي يستحقوا انهم يكونوا ممثلين. لكن اهاسين هتعرفها ان مش شرط علشان هم متعلمين يكونوا ممثلين بكل سهولة، اهم حاجة الانسان يكون موهوب. هتعرفها كمان ان الناس على النت حبوا قصتها كتير وان الناس بقوا بيدعموها. وطبعا منور لما بتشوف كل ده بتكون فرحانة جدا وبتكون متحمسة، لان كلام اهاسين بيحمسها، وخصوصا بعد ما بيشوفوا كل تعليقات الناس. اهاسين كمان هتعرفها انها ممكن يبقى معاها فلوس كتير هتكسب من موهبتها. ومنور هتقولها انا مش عايزة فلوس، هتقولها ليه يا روحي ده حقك، لازم يكون معاكي مال وتكوني انسانة ناجحة. فبتكون شايفة بكل وضوح ان منور انسانة موهوبة. بعد كده كنان وشفيق بيوصلوا وبيطمنوا على منور، ومنور بتقولهم انها بخير. وهاسين هتقول لهم ان احنا بعد ما شفنا الاعلان مزاجنا اتحسن كتير، وان الاعلان نجح كتير، وان هو ومنور لايقين على بعض، القصه لايقه عليهم. كنان بيتفاجئ جدا ان الاعلان اتعرض لان هو ما شافهوش. واهاسين هتقوله هو منتجك ما قالكش ولا ايه؟ وبيقعد يتفرج على الاعلان. لما يقعدوا مع بعض ويتكلموا شفيق هيتكلم مع منور بكل وضوح، هيقولها انا مش هلومك على اللي حصل، وانه عايز يقابل جوزها علشان يوضح له كل شيء والتوقيع يكون رسمي وما تحصلش مشاكل بعد كده. لكن اهاسين ومنور بيعرفوا شفيق وكنان ان منور كده كده هتنفصل من جوزها. كنان بيتضايق جدا وبيسأل منور هو اللي حصل ده بسببي؟ هتقوله لا، انا وهو اتكلمنا مع بعض وكده كده هننفصل، يعني الموضوع خارج عنهم. شفيق هيقولها عامه دي حياتك وانت حرة في اي قرار انت تاخديه، وان هو فهم غلط لما اهاسين كلمته عن موضوع التوقيع، فهم ان هي وقعت على حاجة غصب عنها. منور هتعرفه انها ما وقعتش على اي شيء. بعد كده شفيق واهاسين هيقوموا علشان يتكلموا على راحتهم بعيد عنهم، وهيسيبوا منور وكنان قاعدين لوحدهم، لان اهاسين عايزة تتكلم مع شفيق في موضوع مهم. شفيق هيسأل اهاسين كنتي عايزة تتكلمي معايا في ايه؟ واهاسين هتطلب منه بكل وضوح انه يدي دور كبير لمنور، لانها شايفه انها انسانه موهوبه وتستحق انها تمثل وتاخد دور كبير. وهتتكلم معاه كمان عن اجر منور، لان منور محتاجه ان يكون عندها حياتها الخاصه، علشان يكون عندها بيت محتاجه ان يكون معاها فلوس، وهي بتتكلم في حقها في اجرها، مش بتطلب منه انه يعطف عليها. فكل الكلام ده بتفهمه لشفيق. شفيق بيكون عايز يساعد اهاسين، ما عندوش مانع انه يعملها اللي هي بتقوله عليه، لكن بيكون شايف ان منور ما ينفعش انها تمثل، لانها بكل وضوح انسانه محجبه، وده هيخلي الناس تتكلم عليها، يعني شكلها مش لايق على التمثيل. شفيق ما بيكونش مقتنع، اهاسين بتحاول تقنعه، وفي النهايه بتكون شايفه انه بينفذ اوامر كريمان وانه بقى خدام عندها. شفيق طبعا بيتضايق من الكلام ده، وبيعرف اهاسين انه بيعمل كل ده علشان يحميها، وانه لو ما كانش نفذ اي كلام قالته له كريمان كانت كريمان ما سابتهاش في حالها وكانت اذتها السنين دي كلها. شفيق كمان بيكون شايف ان اهاسين متعاطفه مع منور علشان اللي حصل لها زمان لما والد كنان اغتصبها، فبيكون شايف ان الماضي مأثر عليها وانها مش عايزه تنسى اللي حصل لها زمان. شفيق بكل وضوح هينصح اهاسين انها ما تكتبش اي حاجه تاني عن عيله اكين، لانه المره دي مش هيقدر يحميها. كنان قاعد مع منور بيتكلم معاها بكل وضوح علشان ما تبقاش مكسوفه منه، لانه بيكون واخد باله طول ما هي قاعده قصاده بتكون مكسوفه كتير. هيقولها انا مش شخص سيء علشان تتكسفي مني. منور بتكون متوتره جدا، هتقوله توبه توبه استغفر الله، هو انت جاي علشان تضايقني؟ هيقولها بالعكس انا جيت علشان اطمن عليكي، انت ليه بتعملي معايا كده؟ انا جيت علشان اعرف اذا كنتي بخير ولا لا. منور بتكون شايفه كل اللي حصل لها ده بسببه هو، هتقوله انا اتفضحت قدام الناس كلها بسببك انت. كنان بيسخر منها وبيكون شايف انها انسانه مزيفه، ده بالعكس ده هي فرحانه جدا، وانها اللي جت مكان التصوير بمزاجها، يعني محدش اجبرها على شيء، وانها كمان اللي خلت اهاسين تكتب مقاسات الام. فكل ده كنان بيقوله لها في وشها
ان كل اللي هي عايزاه حصل، فليه بقى دلوقتي بتشتكي؟ منور بتكون مصدومه جدا وبتواجه كنان. هتقوله يعني انت فاكر ان انا عملت كل ده زي ما انا عايزه؟ انت عارف ان انا دفنت امي بايدي؟ اعرفك انا عملت ايه؟ انا بعد ما دفنت امي ما قدرتش بعد كده اني ازور قبرها، لاني مش لايقه ليها. خلاص ما بقتش البنت اللي تلاقي انها تروح تزور امها. امي لما كانت عايشه كانت مريضه، وانا ما كنتش قادره حتى اني ابكي عليها. كل ده انا عشته. حتى قبرها دلوقتي ما اقدرش ان انا ازوره. فبتقوله على كل المأساة اللي هي عاشتها. كنان بيتعاطف معاها جدا، بيقرب منها وهو بياخدها في حضنه. هتقوله ايه اللي انت بتعمله ده؟ ابعد عني. هيقول لها في ايه؟ عملتلك ايه تاني من جديد؟ طبعا بيتخانقوا مع بعض. بتيجي اهاسين ومنور بتقول لها شوفي عمل ايه، حضني تاني. وكنان بيقول لهم انا ما عملتش اي شيء، انا كنت بطمن عليها اذا كانت بخير ولا لا. دي بجد انسانه مجنونه. وبيتهمها بالجنون، انها انسانه مش طبيعيه. وبيمشي بعد كده هو وشفيق، لانه ما بيكونش عارف يتصرف مع منور ازاي. كنان وشفيق بيرجعوا البيت، لكن قبل ما بيدخلوا كنان هيسأل شفيق بكل وضوح. اهاسين كانت بتتكلم معاك في ايه؟ مش انا وانت زي الاخوات مع بعض؟ قولي ايه اللي حصل، ايه اللي انا معرفوش؟ شفيق ما بيكونش عايز يقوله الحقيقة، لكن كنان بيكون مصمم انه يعرف الحقيقة كلها. شفيق هيقوله الحقيقة دلوقتي، ان والده ما كانش انسان كويس، وان هو زمان اغتصب اهاسين، مات وهو بيغتصبها. كنان بيتصدم جدا، وشفيق هيقوله ما كنتش عايزه اقولك كده علشان ما تعرفش حقيقة ابوك، تعرف ان ابوك انسان مش شريف. اديك عرفت الحقيقة دلوقتي، انا عايزك تهدى كده وما تتكلمش في اي شيء. لان كنان لما عرف الحقيقة اتصدم جدا. أسو هتكون بتتخانق مع أمها، لأنها بتكون شايفة إن أمها إنسانة أنانية، حبها ليهم مش كفاية، وبتفضل تقول لها كلام يضايقها. أمها كانت هتضربها بالقلم، لكن أسو بتمسك إيديها. في اللحظة دي بيدخل شفيق هو وكنان. كنان بيسأل إيه اللي بيحصل، وبينادي على أمه. وأم أسو بتطردها من البيت، هتقولها امشي من هنا، امشي من وشي، مش عايزة أشوفك تاني. وكنان بيتعصب جدا على أمه، هيقول لها أمي إذا كنتي عايزة تعيشي في البيت ده لازم تتغيري، لازم تتغيري زي ما احنا هنتغير. سمعتيني يا أمي؟ لازم تعاملي أسو بشكل كويس. طبعا هي هتتضايق كتير، هتقوله يعني أنا بقيت المذنبة دلوقتي؟ فبتسيبه وبتمشي، وهو بيكون هيتجنن مش فاهم ايه اللي بيحصل. في الوقت ده بيجي مشهد على منور، بتكون نايمة، وفجأة لما بتلف جنبها بتلاقي كنان حضنها، فبتتصدم جدا وبتصحى من النوم فجأة. كانت بتحلم بكابوس، كانت بتحلم ان هو جنبها وحاضنها، فبتصحى من النوم وهي مخضوضة. اخوها بيصحى على صوتها وبيسألها مالك يا اختي، ايه اللي حصل؟ هتقول مفيش يا حبيبي، ده كان شيطان دخل في حلمي. وبترجع تنام تاني. وهنا بتنتهي احداث حلقتنا. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هنعرف الحلقة الجاية. مع السلامة، توحشوني يا احلى واغلى اخوات في الدنيا.